السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل فطير الفطاطري بحبة دقيق وبواقي حاجات من البيت عندنا. هنعمل فطيرتين للغدا تحفة ان شاء الله يعجبوكم، ولا هتكلفوا نفسكم ولا هتشتروا حاجة من بره خالص. هنعملهم في البيت بأبسط الإمكانيات. عندك حتة جبنة قريش كده، على حبة فلفل، على حبة زيتون، تقدري تعملي الفطيرتين الجمال دول وبالهنا والشفا. هنا كانوا استووا خلاص، وبقول لكم قد ايه لسه طالعين من الفرن ومولعين، بس قد ايه ان هي طريه وقد ايه مورقه وبجد خطيره. بصوا ما شاء الله، غدينا البيت كله بالفطيرتين دول. بصوا حلوه ازاي، طعمها تحفه. بصوا سخنه، بس انا مش عارفه امسكها. طبعا انا كان نفسي اوريها لكم احسن من كده، بس سخنه بقى مش عارفه امسكها. يلا بقى بينا نحضر الطريقة مع بعض ونشوف هنعملها ازاي، وبأبسط الإمكانيات هنعمل الفطرتين الحلوين دول. أنا كان عندي 3 كوبايات من الدقيق. خلاص. حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، حتى تحسوا وانتوا بتاكلوا كده اللقمة انها مسكرة. وحطيت كوباية مية بالتدريج، ناقصة حاجة بسيطة. خلاص. هننزل بالتدريج زي ما احنا عارفين. وايه، وهنخلي بقي في الاخر. قصدي هيفضل بقي في الاخر، يعني بعد ما حطينا الميه المناسبه للدقيق. جبتها بقى على الرخامه وابتدي ان انا ايه، آم، اعجنها كويس قوي. احلى عجن بقى على الرخامه بصراحه، بيخلي العجينه كده طريه وتمط معاكي زي اللبانه. وبجد بتبقى عجينه خطيره ما شاء الله. بقول لكم ده اللي فاض من كوبايه الميه الحبه دول. طبعا ممكن يزيدوا او يقلوا على حسب طبعا نوع الدقيق. لازم تكونوا عارفين حاطين في الاعتبار الدقيق هو اللي ايه، بياخد مية اكتر او اقل من اللي انا ايه حطيتها دي. المهم وريتكم شكلها كانت عاملة زي اللبانة. هقطعها على كورتين. خلاص. ممكن تصغري حجم الفطيرة وتخليهم على 3 زي ما يعجبك. بس هما كانوا فطيرتين حلوين قوي. وحبة زيت كده بقى، واغلف الفطيرتين دول او الكورتين دول بالزيت كويس جدا، واغطيهم واسيبهم يستريحوا. طبعا طول ما هيستريحوا معاكي كويس هيتفردوا معاكي بمنتهى السهولة ومش هيتعبوكي. دي بقى خليط من الجبنة القريش مع فلفل مع طماطم، مع حتة جبنة صغيرة قوي، مع بواقي لانشون كانت فايضة، حوالي حتة لانشون او نص حتة كده، وحتة جبنة زي ما قلتلكوا موتزاريلا صغننة قوي. دي بقى بواقي التلاجة، وحطيتهم كلهم كده على بعض. وبيضة واحدة عشان خاطر تمسك المكونات مع بعض، لاننا كمان ما عندناش جبنة موتزاريلا تمسك المكونات او رومي. جبت بقى الفطيرة الاولى وهفردها. بصوا بتتفرد بسهولة ازاي، ليه؟ لانها مستريحة كويس وخدت راحتها في العجن كمان. فكل ده بيساعد ان الفطيرة تتفرد معانا بشكل كويس. وورقتها بقى، هوريكم التانية وانا بورقها. ودي حتة سمنة بلدي صغيرة كده حطيتها على الوش. وده كان جلاش كده متكسر في الفريزر، جبته وطلعته. ليه بحطه؟ علشان انا ما ينفعش احط الحشو على الفطيرة مباشرة. ليه؟ لانها هتتقطع وشها هيتقطع. لكن حتة الجلاش دي بتحمي الفطيرة انها ما تتقطعش. خلاص. وهبتدي ان انا اطبقها كده زي ما انتوا شايفين اهو. وحطيتها في طاسة أو صينية أو صاج مدهون زيت. أنا حطيتها في صاج مدهون زيت وإيه وسبتها. دي التانية بقى بوريها قدامكم أهي. شوف كل ما تستريح، أول ما أجي أشدها مش هتتقطع مني مع إنه دقيق سايب. هتتشد بمنتهى البساطة ومش هتتقطع مني، وكمان هتورق. حتى وهي في الفرن كانت منتفخة ما شاء الله جدا، لأنها مستريحة. خلاص. يمكن التانية كانت مستريحة عن الأولى كمان. وادي رشة من السمنة البلدي، رشة صغيرة قوي، ممكن ما تحطوهاش، بس أنا قلت تدي ريحة يعني. المهم نزلت بقى بالإيه بالحشوة أهي، وفردتها على حتة الجلاشة. وهطبقها كده زي ما انتوا شايفين، واحطها برضو ايه على الصاجة تستوي. ما خدتش معايا وقت. هنولع الشواية من تحت، الفرن قصدي من تحت، وبعدين نولع الشواية. بس الأول هندهن بيضة على الوش ونحط عليها حبة من الحشو.
ممكن بقى فلفل، ممكن طماطم، أي حاجة. طبعًا البيضة دي لازمتها إنها بتطري العجينة وبتسرّع من سوى العجينة أو احمرار العجينة، إنها تحمر بسرعة وما تاخدش وقت في الفرن وتنشف. ودي رشة من فلفل أسود وكمان ملح، وزي ما قُلت لكم الطماطم أهي. ده طبعًا عشان الشكل الجمالي، وهندخّلها درجة حرارة متوسطة يعني 200 درجة مئوية، ما خدتش وقت يعني بتاع ربع ساعة. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. وادي شكلها بعد ما خرجت، شايفين مش حلو قد ايه. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اللي انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.